السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة بشعار عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. وهبي يشعل النار مجددا، لا يمكن للأساسدة لي ذراع الدولة. السلطات الكندية تتجه إلى ترحيل المدعو هشام جيراندو. تفاصيل اتصال هاتفي بين بن كيران ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس. رفعوا شعارات عنصرية ضد المغاربة وسبوا وشتم في احتجاجات قانون العفو على الانفصاليين الكتالونيين، فما علاقتنا نحن؟ بالفيديو: فرنسا تنحني لقوة وإرادة وعنفوان المغرب وتقر أمام العالم بشرعية وعدالة قضية الصحراء المغربية والتفاصيل رائعة. رياض محرز يبين أنه جزائري حاقد على المغرب ويهاجم ياسين بونو للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. خطير ما يحدث الآن بالجزائر، انقلاب على تبون وشنقريحة، والخبر موثوق بنسبة 100%. وهبي يشعل النار مجددا، لا يمكن للأساسدة لي ذراع الدولة. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد في خضم أزمة التعليم المستمرة في المغرب المتعلقة برفض النظام الأساسي لموظفي التعليم. أطلق وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي تصريحات تعكس تصاعد التوتر في الساحة السياسية وتهاجم الأساسدة ضمنيا. وفي لقاء الأغلبية الحكومية بأحد فنادق الرباط مساء أمس الاثنين، أكد وهبي أن 40,000 أستاذ شاركوا في الاحتجاجات في الرباط، مشيرا إلى وجود 180 أستاذا يسعون إلى التحاور. وفي دعوته للوفاء حتى وهبي النقابات التي تتحاور مع الأساسدة على تحمل مسؤوليتها، معتبرا أنه لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة. وفي سياق متصل أكد دعم حزبه لوزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، معلقا: لا يمكن أن نشكك في نيتها، ونحن ندعمه في الأغلبية الحكومية وفي حزب الأصالة والمعاصرة. وفي اتهام للنقابات لمح وهبي للتراجع عن الاتفاق السابق الذي وقعه مع بن موسى، مربطا العودة إلى الأقسام بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار. وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، مشددا على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة والتي تفوقت فيها على الحكومات السابقة، حسب تعبير وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي ختام كلمتها أشار وهبي إلى المجهودات الكبيرة التي بذلها بن موسى ورغبتها في التغيير، موضحا أن ملف التعاقد لم يعد موجودا وتم إزالته من الجدول. السلطات الكندية تتجه إلى ترحيل المدعو هشام جيراندو. كشف نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن كندا تتجه لترحيل هشام جيراندو المهاجر المغربي الذي تحول من مقاول مشبوه إلى معارض وهمي يضرب في مصالح المغرب. ووفق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، فقد قام مغاربة بموريال الكندية برفع دعوة قضائية ضد هشام جيراندو، ونجحوا في إقناع القضاء الكندي بكذب الأخير وتجسسه مقابل المال. وبحسب الفيديو فقد علم جيراندو من محاميها أنه من المحتمل جدا أن يحكم القضاء الكندي بترحيلها من أول جلسة، ما سيجعله مضطرا للبحث عن دولة أخرى يلجأ إليها.
وتفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع خبر ترحيل كندا لجيراندو، معتبرين أنه في محله ويستحق، وذلك جزاء لكل خائن لوطنها. وسخر البعض من هشام جيراندو بأن اقترحوا عليه اللجوء للجزائر التي ترحب بخونة المغرب وتستقبلهم بالقبل والأحضان فوق أراضيها. ويوصف هشام جيراندو المغربي المقيم بكندا بعميل وجاسوس وظفته أجهزة استخبارات أجنبية من أجل نفث سمومه تجاه المغرب واستهداف العديد من الشخصيات العمومية المغربية، وكذا العمل على استراتيجية التحريض والدفع إلى الفوضى وتهييج الشارع من خلال العديد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا يوتيوب وتيك توك. تفاصيل اتصال هاتفي بين بن كيران ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس. أفاد الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن الأمين العام لحزب البي جي دي عبد الإله بن كيران قد أجرى السبت الماضي 11 نوفمبر اتصالا هاتفيا بإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وبحسب الموقع فقد كان الاتصال فرصة قدم فيها بن كيران لهنية باسمه الشخصي وباسم الحزب العدالة والتنمية أخلص التعازي والمواساة في استشهاد نجله وحفيدتها وعموم شهداء العدوان الغاشم والمتواصل منذ 35 يوما على قطاع غزة، مجددا تضامنه الكامل ولا مشروط مع المقاومة وتنديده بحرب الإبادة التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على غزة بتواطؤ مع دول الاستكبار العالمية وعجز كامل للمؤسسات الدولة في ردع العدوان ووقفها. وعبر هنية بحسب المصدر عن تقديره لموقف الحزب الثابت من القضية الفلسطينية وانخراطها في الفعاليات الشعبية التضامنية مع أهل غزة، مؤكدا أن المقاومة بخير وأنها تدير المعركة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في التحرر ودحر الاحتلال. رفعوا شعارات عنصرية ضد المغاربة وسبوا وشتم في احتجاجات قانون العفو على الانفصاليين الكتالونيين، فما علاقتنا نحن؟ أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن حشدا من المتظاهرين تجمعوا أمام مقر حزب العمال الاشتراكية بالعاصمة مدريد وهم يرددون شعارات عنصرية تشبه المغاربة بالحيوانات. وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية فإن المتظاهرين كانوا يرددون لا موروسا إسبانيا ليست حديقة حيوانات، موروسلا إسبانيا ليست حديقة حيوانات. والموروس هو تعبير ازدرائي شائع يستخدم لوصف المغاربة الذين طردوا من الأندلس خلال فترة الاسترداد ومحاكم التفتيش. الشعارات العنصرية ضد المغاربة رفعوا خلالها تظاهرات بشأن قانون العفو المقترح من قبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يحاول تشكيل الحكومة بدعم من حزبين انفصاليين كتالونيين. وتجمع حوالي 1700 شخص وفقا لبيانات السلطة المحلية في مدريد، وتحولت المظاهرات إلى أعمال شغب حيث ألقوا المحتجون مفرقعات نارية وزجاجات على رجال الشرطة. بالفيديو: فرنسا تنحني لقوة وإرادة وعنفوان المغرب وتقر أمام العالم بشرعية وعدالة قضية الصحراء المغربية والتفاصيل رائعة. أعلن كريستوفر لوكورتي السفير الفرنسي القادم حديثا إلى المملكة المغربية دعم بلاده لمخطط المغرب للحكم الذاتي في الصحراء. وأوضح السفير خلال مقابلة صحفية مع راديو القناة الثانية: نحن جزء من ديناميكيات المغرب. وأضاف: سندعم الخطوات التالية حتى يمكن مشاركة هذه الخطة دوليا. والسترد هي إعادة تأكيد على أننا سنكون حليفا دائما وفيا مبدعا ديناميكيا لما يقوم به المغرب ويسعى إليها. يشار إلى أن العلاقة المغربية الفرنسية كانت قد عرفت برودا إن لم نقل جمودا كبيرا بسبب تعنت الجناح الماكروني وازدواجية موقفه ورماديته فيما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إضافة إلى سعيها للإيقاع بالمملكة المغربية على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده قد أكد في الخطاب السامي الذي وجهه مساء السبت 20 غش سنة 2022 إلى الأمة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالتها على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. بالأدلة والبراهين فرنسا تصفع الجزائر وتعلن دعمها لمغربية الصحراء، والقرار يطبخ على نار هادئة بقصر الإليزية. التفاصيل رائعة. دخلت العلاقات الفرنسية المغربية مرحلة الدفء السياسي غير المعلن، وبدأت تنفض عنها غبار الحياد السلبية وتزحزحها من منطقة الراحة في ملف الصحراء باعتبارها حجر في حذاء العلاقات الثنائية بين البلدين. فالمغرب يدفع ويلعب كل أوراق ضغطه من أجل انتزاع اعتراف باريس بمغربية الصحراء، فيما فرنسا تحاول مسك العصا من المنتصف بمعنى الحفاظ على مصالحها مع المغرب وألا تغضب الجار اللدود الجزائر. وفي آخر حلقات الدفء غير المعلن بعد إعلان الرباط وباريس عودة التمثيل الدبلوماسي بينهما، جازت فرنسا عبر سفيرها في المغرب مستمد باريس لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، كما دعا إلى تعزيز العلاقات بين الرباط وباريس، مشددا على التأييد التاريخي القوي الذي قدمته فرنسا للمغرب والذي يحمل الكثير من الدلالات وفقا للمسؤول الدبلوماسي الفرنسي. وخلال مشاركته كضيف بإذاعة دوزام التابعة للقناة الثانية، أكد الدبلوماسي الفرنسي بالقول: نحن ندرك الإنجازات التي حققها المغرب، مبديا رغبة بلادها في تعزيز إمكانية مشاركة فرنسا في الدينامية التي يشهدها المغرب، مشيرا إلى أن هذا يتماشى مع ما قامت به فرنسا في الماضي، ومع إعادة التأكيد على أنها ستظل حليفا مخلصا مبدعا دائما، وفقا لكلام الدبلوماسية الفرنسية. المحاولة الفرنسية برأب الصدع ولملمة ما تشتت في العلاقات الثنائية. قال ممثل فرنسا في الأمم المتحدة بقرار تمديد ولاية بعثة المينوس، كما دعا إلى ضمان حرية تنقلها قبل أن يدين خرق وقف إطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو. وجدد ممثل فرنسا دعم باريس مخطط الحكم الذاتي المغربي والذي وضع على الطاولة سنة 2007، معتبرا أن الوقت حان للانطلاق فيها. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة في كلمة فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي إن فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي منذ طرحه سنة 2007 كحل واقعي تحت السيادة المغربية. رياض محرز يبين أنه جزائري حاقد على المغرب ويهاجم ياسين بونو للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. أثار الدولي الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودية الجدل بتصريحاته الأخيرة حول ترشح الحارس الدولي المغربي ياسين بونو للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. في تصريح لها قال محرز: لقد سمعت أنهم يرشحون ياسين بونو للفوز بالجائزة، لكن بأي منطقة؟ نعم، لقد حقق الدوري الأوروبي مع فريقه، لكن إنجازه لا يقارن بإنجازي بعدما حققت ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي. وأضاف محرز: لقد توجنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، وهو إنجاز لم يحقق من قبل أي فريق في تاريخ كرة القدم، كما أنني كنت أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وساهمت بشكل كبير في نجاحات فريقي. تأتي تصريحات محرز بعد بضعة أسابيع قليلة من حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث ينظر إليها على أنها محاولة من اللاعب للضغط على المسؤولين في الاتحاد من أجل منحه الجائزة. لكن وفي رد على ما قاله رياض محرز: هل الوصول إلى نصف النهائي والوقوف سدا منيعا أمام منتخبات عملاقة في كأس العالم لا يعد إنجازا؟ هل أنت ومنتخبك الجزائر تستطيعون أن تقوموا بنفس هذا الإنجاز؟ أقول لكم أنكم لم تتأهلوا إلى كأس العالم، والصوت الذي سأطلقه الآن هو خير دليل على ما أقوله.
غيرهم الكثير ساهموا في هذا الإنجاز. حذري. خطير ما يحدث الآن بالجزائر، انقلاب على تبون وشنقريح، والخبر موثوق بنسبة 100%. في خبر موثوق من مصادر جد مطلعة ومقربة جدا من قصر المرادية أنه قبل 7 إلى 8 إلى 9 أيام وقعت محاولة انقلاب على كل من تبون وشنقريحة معا. الرأي العام الجزائري حسب ذات المصدر أكد أنه على علم بالعملية الانقلابية التي وقعت والتي فشلت ضد كل من تبون وشنقريحة، مع العلم أن الزيارة التي كان سيقوم بها عبد المجيد تبون إلى مخيمات تندوف ألغيت في آخر لحظة دون الكشف عن سبب إلغاء هذه الزيارة التي كانت الإجراءات جارية على قدم وساق في مخيمات الدل والغبر والعجاجة لاستقبال عبد المجيد تبون، والتي كان الهدف منها هو إعطاء دفعة معنوية للميليشيات الإرهابية بعد أحداث السمار. وما يدل على ما سبق هو الزلزال السياسي الذي وقع في الجزائر بإزالة الوزير الأول والإطاحة بعدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الجيش الجزائري. وما يشير إلى ذلك أيضا هو إلغاء مجموعة من اللقاءات الصحفية المبرمجة والتي لم تتم إلى حدود اللحظة، خصوصا اللقاء الشهري والذي هو أيضا تم إلغاؤه دون ذكر سبب الإلغاء، ما يوحي أنه في هذه الأيام هناك اضطرابات وأشياء غير مفهومة تحدث في الجزائر. لكن الحقيقة بحسب المصدر المطلع أنه قبل أسبوع ونيف أن حدثت محاولة انقلابية من أحد الجنرالات والذي يملك ناحية عسكرية قامت بانقلاب على تبون وشنقريح. وأكد المصدر أن الخبر مؤكد بنسبة 100%. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأننا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.